يوم 4 سبتمبر سنة 2000 نشرت جريدة مصرية شهيرة خبر عن أكبر جرائم القتل لأطفال، أكبر واحد فيهم سنه معداش 8 سنين. القصة بتبدأ في منطقة دار السلام التابعة لمحافظة القاهرة سنة 1996 مع شادية، ست بسيطة وعلى قد حالها، وكانت متجوزة من ساهر ابن عمها ومخلفة منه عامر، واللي في الوقت ده كان عنده 6 سنين. وفي يوم راحت شادية عشان توصل ابنها للحضانة، لكن وهي في طريقها وقفتها ست منتقبة وطلبت منها توصف لها العنوان اللي معاها في الورقة. لكن حصل وقتها حاجة غريبة، لأن أول ما شادية مسكت الورقة حست إنها دايخة ومش قادرة تقف، فخافت ساعتها جدا على عامر وفضلت ماسكاه في إيديها، لكنها ما حستش بنفسها ووقعت فورا على الأرض. وبعدها بشوية فاقت شادية على صوت ناس كانوا ملمومين عليها وبيحاولوا إنهم يفوقوها، وأول ما فاقت شكرتهم، لكنها سألتهم عن عامر ابنها، فاستغربوا كلهم ساعتها وقالوا لها إنهم لما لقوها ما كانش معاها حد. فاتصدمت شادية ساعتها وقامت تدور على ابنها زي المجنونة، لكن كان لسه المخدر مؤثر فيها وكانت قاعدة بتتطوح، لحد ما عرضت عليها ست من الواقفين انها توصلها لاسم دار السلام وتحكي لهم اللي حصل. لكن شادية خافت منها وما وافقتش انها تروح معاها، وطلبت وقتها ان اي حد يوديها اقرب سنترال. واتصلت بعدها على تليفون الشغل بتاع ساهر جوزها وحكت له على اللي حصل معاها. واتصدم ساهر وقتها جدا وطلب منها توقف اي عربية اجرة وتروح لاسم دار السلام وهو يحصلها على هناك. وقررت شادية وقتها تسمع كلام جوزها، وأول ما وصلت على هناك دخلت لرئيس المباحث وحكت له كل اللي حصل معاها، لكنه طمنها وقال لها إنها ممكن تكون لما وقعت هو جري من إيديها ولا حاجة، وممكن يكون تاه ومعرفش يرجع بس مش أكتر، خصوصا يعني عشان الشارع اللي هي كانت فيه ده كان مقطوع شوية. لكنها فضلت مصرة على إن عامر ابنها اتخطف، لأنها كانت ماشية كويس لحد ما مسكت الورقة اللي الست اديتها لها. فطمنها رئيس المباحث ساعتها وفتح معاها محضر رسمي وسألها ساعتها لو ليهم أي أعداء ممكن يكون ليهم مصلحة في خطف عامر ابنهم. لكن أنكرت شادية وقتها ده تماما وقالت إنهم ناس على قد حالهم، وإنها متجوزة موظف في الحكومة مش عميل سري يعني ولا حد مهم في البلد عشان يخطفوا ابنها بسببه، وإن حتى علاقتهم العائلية كويسة جدا ومفيش حد بيتمنى لهم حاجة غير الخير. واتحقق بعدها مع ساهر جوزها، واللي سألوه ساعتها لو بيتم حد بخطف ابنه، فقال ساهر إنه راجل غلبان وماشي جنب الحيط، لكن في مشكلة حصلت عنده في الشغل من قريب ومش عارف هل فعلا ممكن إنها توصلهم إنهم يخطفوا ابنه ولا هيبقى عمل قلق على الفاضي ويتهمهم على فشوش. فطلبوا منه ساعتها إنه يحكي لهم موضوع المشكلة دي بالتفاصيل. فبدأ ساهر ساعتها إنه يحكي وقال إن شغله متخصص في تصاريح البنى، وفي مقاول دايما بيطلب منه تصاريح، لو طلعت وحد عرف إن هو اللي طلعها هيروحوا في داهية كلهم، ومش بعيد ياخد له كام سنة سجن، لأن العمارات دي لو اتبنت في الأماكن دي مش هتكمل يومين على بعض وهتاخد السكان وتقع. لكن هو مش قادر يفهم ده، ودايما بيفضل يعرض عليه رشاوي عشان يوافق على التصاريح، لكنه بيرفض لأنه خايف يشيل ذنب موت حد سواء دلوقتي أو حتى بعد كده. ولحد آخر مرة راح له المكتب فيها ورفض رشوته، لكن قال له المقاول ساعتها إن دي كانت آخر فرصة ليه، وإنه ما يلومش غير نفسه على اللي هيحصل لأنه حذره كتير قبل كده. ومشي بعدها وسابه من غير حتى ما يديله أي فرصة إنه يتكلم، وما ظهرش من ساعتها. لكن الكلام ده كان من حوالي أسبوعين. فسألوه ساعتها عن السبب اللي خلاه ما يبلغش عنه ويقول إنه بيعرض عليه رشوة، فقال ساهر ساعتها إنه ماشي جنب الحيط وإن الراجل ده باين عليه غني وعنده وصايد في كل حتة، وخاف يعني إنه يقول ساعة التحقيق إن هو اللي طلب منه رشوة، وإنه لما رفض إنه يديله قال إن العمارات دي مش هتنفع ولغى له تصريح البنى. فصدقوه، واتمحورت الشكوك كلها وقتها في موضوع خطف الولد حوالين المقاول اللي كان بيهدد أبوه. فخدوا منه ساعتها كل البيانات اللي يعرفها عنه، وطلع إذن بعدها باستدعائه، وبدأ بعدها التحقيق معاه وسألوه عن السبب اللي خلاه يهدد ساهر. لكن قال المقاول ساعتها انه كان محروق دمه مش اكتر، لان حته موظف موقف له شغله كله وكان زمانه باني اكتر من عماره وسكنهم، لكنه مستقصده ومش عايز يطلع له التصاريح. فسالوه عن السبب اللي ممكن يخلي ساهر يستقصده، وقال المقاول انه مش عارف لكنه ممكن يكون عايز رشوه مثلا وهو ملوش في السكك دي خالص. فسالوه وقتها لو ممكن تكون العطله اللي حصلت له في ورق التصاريح ممكن توصله لانه يخطف عامر بن ساهر. لكن استغرب المقاول وقتها جدا وقال انه اصلا ما كانش يعرف ان ساهر ده متجوز، لا وكمان عنده عيل لانه مش بان عليه اصلا، وكان فاكر انه شاب لسه متخرج ولا حاجه. لكنهم عرفوه وقتها ان عامر بن ساهر اتخطف، وان كل الشكوك متمحوره حواليه لان هو الوحيد اللي كان هيستفاد لو هدد ساهر بابنه. لكن ضحك المقاول ساعتها وقال ان الكلام اللي هم بيقولوه ده ولا في الافلام، وانه مستحيل يعمل حاجه زي كده ويفضل قاعد معاهم، وكان اكيد على الاقل هيبعت حد من رجالته ويعرف ساهر ان ابنه معاه ويطلب منه ساعتها انه يخلص له ورق التصاريح. لكن كل ده ما حصلش،
وإن أكيد في حاجة تانية هتحصل من ورا خطف الواد. وللأسف ساعتها ما كانش فيه أي دليل يخليهم يقدروا يحتفظوا بالمقاول في الاسم، لأن حتى موضوع الرشاوي اللي ساهر حكاه مفيش عليه دليل واحد أو حتى جواب تهديد أو أي حد من زمايل ساهر في الشغل شاف الموضوع ويقدر يشهد بيه. وفضلت القضية وقتها مفتوحة على أمل إن أي حد يبعت لأهل عامر تهديد أو حتى يطلب منه أي فدية، لكن مفيش أي حاجة من الحاجات دي حصلت. وعدى بعدها حوالي أسبوعين وحصلت حاجة غريبة، لقوا راجل كبير في السن داخل القسم وبلغ وقتها عن إن حفيدته اتخطفت منه وهو ماشي معاه في الشارع. فطلبوا منه ساعتها يحكي لهم على اللي حصل بالتفاصيل. فبدأ الراجل ساعتها إنه يحكي وقال إن بنته وجوزها بيشتغلوا كل يوم من الصبح بدري ومش بيرجعوا غير على الساعة 6 المغرب، لأن ظروفهم المادية في آخر فترة مش أحسن حاجة، وبيضطروا في الوقت ده يجيبوا له هو ومراته حفيدته ياسمين عشان تفضل قاعدة معاهم ويخلوا بالهم منها لحد ما هم يرجعوا للشغل. والنهارده طلبت منه ياسمين ينزلوا عشان يشتروا لها حاجة حلوة، وهو عمره ما رفض لها طلب ولا زعلها، فقرر ياخدها وينزلوا فورا عشان يجيبوا لها كل اللي هي عايزاه. وراحوا لحد مكان الدكان بتاع الحلويات، لكنهم هم راجعين في الطريق اتفك رباط الكوتشي بتاع ياسمين، فقعد وقتها على اقرب رصيف عشان يربطوا لها، لكنه اتفاجئ بان في حد بيضربه على دماغه وما حسش بعدها باي حاجه. واول ما فاق اتفاجئ بان في 2 واقفين قدامه لكنه ما يعرفهمش وبيساعدوه انه يقوم ويفوق، لكن ياسمين ما كانتش جنبه، وفضل يجري في الشارع وبيصرخ وبينادي عليها ومش مصدق انه ضيع الامانه اللي بنته استأمنته عليها، لكنه ما قدرش ساعتها يلاقيها. واتفاجئ بانه مجروح جرح كبير في دماغه، فطلع على اقرب مستشفى وطلب منهم يكتبوا له تقرير بحالته عشان يقدر يثبت لهم ده اثناء التحقيق معاه. فسابوه ساعتها يمشي بعد ما خدوا منه كل بيانات حفيدته وصوروا ليها. ووصلوا بعدها الوالد ووالدة الطفلة وبدأ التحقيق مع الأم، واللي طبعا كانت منهارة وفضلت تلوم والدها على إهماله للطفلة، لكنهم سألوها ساعتها لو ليهم أي أعداء أو في حد ليه مصلحة في خطف الطفلة، لكن أنكرت والدة الطفلة ده تماما وقالت إنهم ناس بسيطة وعلى قد حالهم. وسألوا والد الطفل ساعتها نفس السؤال لكنه برضو أنكر ده. ففهموا وقتها في الاسم إن في عصابة هي اللي بتخطف الولاد، لكنهم ما كانوش متأكدين من الموضوع بسبب اختلاف طريقة الخطف، لحد ما اتخطفت الطفلة سندس اللي حكت والدتها وقتها إنها كانت لسه جايباها من المدرسة وكانوا رايحين بعد كده على جدتها مامة باباها، لكن في ست منتقبة وقفتها وطلبت منها توصلها للعنوان اللي في الورقة اللي معاها، لكنها أول ما مسكت الورقة وقربتها منها فقدت الوعي فورا. فطلعت نشرة وقتها وبلغوا فيها كل سكان منطقة دار السلام باللي بيحصل، وإن محدش منهم يقف مع أي ست منتقبة وياخد منها أي ورقة، ولو لقوا إن واحدة عملت معاهم كده يصرخوا ويطلبوا من أي حد حواليهم إنهم يمسكوها لحد ما يبلغوهم ويجوا عشان يقبضوا عليها ويقدروا إنهم يوصلوا للي عمل كده. لكن في وسط كل ده حصلت حاجة غريبة، ولقوا إن في واحدة ست جات تبلغ إن في واحد ضربها على دماغها وجري وخد منها ابنها أسعد، وإنها من كتر خوفها على ابنها جريت بلغت على طول من غير حتى ما تروح للمستشفى وتداوي جرحها. فطلبوا منها ساعتها توصف لهم الشاب اللي عمل فيها كده، ففضلت ساعتها تقول انه اطول منها بشويه وانه كان عنده دقن وعنده حوالي 35 او 38 سنه. فاستغربوا ساعتها جدا لان دي كانت اول مره حد منهم يشوف اللي بيعمل كده، لان الست اللي العصابه بتستخدمها بتكون منتقبه، والراجل اللي ضرب جد ياسمين ما شافهوش، واحتمال كبير يكون لما ضربه كان لابس حاجه على وشه عشان ما يشوفوش. فشكوا وقتها في والدة أسعد وحسوا إن في حاجة غلط بتحصل، فسألوها ساعتها عن والد الطفل، لكنها عرفتهم إن والد أسعد توفى من حوالي 2 وإن هي بتربيه لوحدها هو وأخواته الاتنين. ولما سألوها إزاي بتقدر تصرف على كل ده لوحدها على الرغم إنها مش بتشتغل، فقالت إن المرحوم كان عنده شقة مأجرها لناس معرفة، فهي بتاخد حق الإيجار وبتصرف منه على نفسها وعيالها، لأن هي الوصية على ورث عيالها لحد ما يتموا السن القانوني، وإن أخوها عبد الجليل بيساعد في المصاريف لأنه كده كده شاب عازب ومش ملزم بأي حاجة. واهل المرحوم بيجوا يزوروا العيال وما بيهونش عليهم حتى شويه فاكهه وما داخلين عليها، على الرغم من ان كلهم اغنياء وعلى قلبهم فلوس قد كده، لكنهم بيعندوا معاها عشان هي اللي كسبت حضانه العيال من جدهم. فسالوها ساعتها لو بتتهم جد الاطفال في خطف اسعد ابنها، لكنها انكرت ده تماما وقالت انه لو كان عايز يخطفهم كان خطفهم هم ال3، مش هيخطف واحد ويسيب لها الباقي يعني، وانها حاسه ان العصابه اللي هم قالوا عليها في الاخبار وفي الجرايد دي هي اللي عملت كده وخدت منها الواد. فشكوا ساعتها في والدة أسعد لأن كلامها ما كانش مرتب، فطلبوا منها ساعتها تروح للمستشفى وتثبت حالتها والضربة اللي في راسها في تقرير. وراحت والدة أسعد فعلا، لكنها في تاني يوم راحت للقسم مع أخوها عبد الجليل وكانت قاعدة تصوت وتصرخ، وعرفتهم إن في حد اتصل بيها على تليفون البيت وطلب فدية 50,000 جنيه عشان يرجعوا لها الولد، وهي طبعا مش معاها مبلغ كبير زي ده. وفي وسط ما هي بتتكلم لقوا إن التقرير اللي هي عملته امبارح بالليل وصل، وشافوا ساعتها إن التقرير بيقول إنها خدت الضربة في منطقة معينة في راسها،
وقدرت انها تثبت لهم ان الشخص اللي ضربها ده اكيد كان اقصر منها، ومستحيل يكون حتى في طولها مش اطول منها بكتير زي ما هي وصفت لهم في التحقيق. وقدروا وقتها يثبتوا كذبها وواجهوها فورا بيه، وطلبوا منها انها تحكي لهم الحقيقه. فبدات والده اسعد ساعتها تعيط وهي بتقول ان من وقت وفاه جوزها وهي بقت عامله زي الشحاتين، وفضلت قاعده في بيتها وهي مستنيه اي حد يجي يرمي لها حسنه، على الرغم من ان حماها معاه فلوس تغرقها هي وعيالها وتخليهم ما يحتاجوش لحد. لكنه كان بيعند معاها من ساعه ما طلب منها ان العيال يروحوا يعيشوا معاه من بعد موت ابنه، لكنها رفضت ان عيالها يسيبوها ويبعدوا عنها. لكنه قرر ساعتها يرفع عليها قضيه حضانه، واتهمها وقتها بانها غير قادره على اعاله اطفالها. بس قدرت المحكمه وقتها انها ترجع لها حقها واديتها حضانه عيالها. فقرر من ساعتها ما يدفع لهمش ولا مليم، وبقى يجي يزورهم كل شويه وهو مستني منها كلمه انها ما بقتش قد الحمل ومعاش تصرف عليهم عشان ياخدهم منها. لكنها عمرها ما كانت هتناوله اللي في باله، على الرغم انه كان بيعدي عليها ايام ما كانتش بتلاقي اللقمه اللي تاكلها لعيالها، ومفيش حد راضي يشغلها عنده لانها اميه وما بتعرفش حتى تكتب اسمها وما عندهاش خبره في اي حاجه. فما كانش في حاجه قدامها غير الخدمه في البيوت، لكن حتى دي ما كانتش بتجيب لها غير ملاليم ووجع القلب، لانها كانت بتضطر تسيب عيالها في البيت طول اليوم لوحدهم. وكانت بترجع تلاقي في البيت مصايب، لحد ما سمعت عن موضوع العصابه اللي بتخطف العيال الصغيره، وقررت وقتها تعمل كل الفيلم ده، وخلت اخوها عبد الجليل يخبي الواد ويضربها على دماغها عشان تقدر تاخد الفلوس من جده وتعرف تعيش عيشه عدله مع اولادها. فاتحبست والده اسعد وقتها واترفع عليها قضيه حضانه مره تانية من جد الاطفال. ووقتها حصل حاجه غريبه، ودخل راجل عنده حوالي 56 سنه للاسم وطلب انه يقابل رئيس المباحث فورا. واول ما دخل حكى انه كان راجع من الشغل بعربيته، لكنه دخل من شارع شبه مقطوع عشان يختصر على نفسه الطريق والزحمه، لانه كان اقرب حاجه للفيلا الخاصه بيه. لكنه لقى ان في 2 شايلين حاجه ورموها على جنب في الشارع، وركبوا بعدها عربيه واتحركوا بيها، لكنهم ما قدروش يشوفوه لانه اول ما شافهم هدى السرعه وركن العربيه على جنب عشان فضوله خلاه عايز يعرف هما بيعملوا ايه. واستنى بعدها لحد ما مشيوا خالص، وقرر يروح يشوف هما رموا ايه، لان المكان اللي هو كان فيه كان بينه وبين الفيلا الخاصه بيه كام متر، وخاف ساعتها لا يكونوا بيعملوا مصيبه وتلزق فيه بعد كده. وقرب بعدها من الحته اللي هم رموا فيها الحاجات اللي كانت في ايديهم، ولقى ساعتها انهم كانوا رابطين طفل تقريبا ولافينه في حاجه، فقرب منه ساعتها عشان ينقذه لو لسه عايش، وبدا انه يشيل عنه الحاجات اللي كان مربوط بيها. واول ما شالهم اتصدم انها بنت وان عينيها الاتنين متشالين من مكانهم، ومن صعوبه المنظر طلع يجري على عربيته لانه ما كانش هيقدر يشوف الباقي، وركب العربيه ودورها فورا وجي على هنا عشان يبلغ. لكنه كان حفظ ارقام العربيه اللي المجرمين هربوا بيها لان ارقامهم مميزه، واداهم وقتها ارقامها، وبدات التحريات وقتها البحث عن صاحب العربيه في نفس الوقت اللي اتحرك فيه رجال الشرطه ورجال البحث الجنائي على مكان جثه الطفله اللي الراجل قال عنه. ولما وصلوا على هناك لقوا كل اللي الراجل وصفه، وان فعلا الفيلا الخاصه بيه قريبه من المكان جدا. فخدوا وقتها جثه الطفله وخلوا فريق كامل ينزل يدور في المنطقه المحاوطه على اي جثه تانية، لكنهم ملقوش غير جثه البنت. وطلعوا بيها بعد كده على المشرحه وفضلوا مستنيين تقرير الطب الشرعي، واللي اثبت ان البنت دي هي نفسها سندس اللي اتخطفت من والدتها من حوالي اسبوع ويومين بالظبط، وان الجثه فيها تشوهات كتير تثبت ان الطفله دي كانت بتتعرض للضرب والعنف الشديد قبل وفاتها، وكمان كانت بتعاني من سوء تغذيه شديد، وكانت يا دوبك بتاكل اللي يخليها تفضل عايشه مش اكتر. ولما جابت اخرها وكان جسمها بدا يخسر وظايفه وكانت قربت تموت، ادوها مخدر بكميه كبيره وخدوا منها كل اعضائها سواء القلب او العيون او الكليتين. ففهموا وقتها سبب انتشار حالات الخطف، وعرفوا ان الموضوع طلع اكبر بكتير مما كانوا يتخيلوا. فرجعوا بعدها للتحريات واللي قدرت انها تعرف ان العربيه لواحد اسمه عمرو خليل، وعملوا له وقتها استدعاء عشان يقدروا يستفيدوا منه باي حاجه ويتاكدوا من كلام الراجل اللي بلغ، لانهم برضو شاكين فيه هو ممكن يكون هو المسؤول عن الجرائم. ولما حس انهم ممكن يوصلوا له هو وعصابته حب يخرج نفسه منها بالطريقه دي. لكنهم اتفاجئوا لما حققوا مع عمرو صاحب العربيه ان العربيه دي اتسرقت منه من اكتر من شهر، وانه عمل بلاغ بده من بدري، ووراهم وقتها صوره من المحضر اللي عمله. فاتاكدوا وقتها ان الراجل اللي حكى الحكايه كان صادق، وفضلوا ساعتها يدوروا على العربيه. لكن في نفس الوقت ده كان قدر فريق البحث الجنائي يوصل لاكتر من بصمه على جسم الطفله، وخدوها وقتها وبداوا يدوروا عليها في سجلات السوابق وخصوصا في عمليات الخطف، ولقوا ان في بصمتين منهم مطابقه للبصمات اللي لقوها على الجثه بنسبه 78%، والبصمه الثانيه بنسبه 89%. واول مشتبه فيه كان اسمه مسعد الصليحي، وكان محبوس قبل كده لانه قتل صديق عمره واقرب حد ليه لما كانوا بيتخانقوا، واتحبس بعدها لمده 6 شهور لكنه خرج لان اصل القضيه كان دفاع عن النفس. والمشتبه بيه التاني كان اسمه معوض،
وكان محبوس قبل كده في قضية مخدرات محكوم عليه فيها ب7 سنين سجن. وقدروا بعدها في وقت قصير يوصلوا لهم، وبدأ التحقيق ساعتها معاهم، وسألوهم عن علاقتهم ببلاغات الخطف اللي بتحصل وتجارة الأعضاء، لكنهم أنكروا وقتها كل اللي اتقال، لحد ما قدروا إنهم يوقعوهم في الكلام بعد ما قالوا لكل واحد فيهم إنهم قبضوا على التاني وإنه حكى لهم كل حاجة بالتفصيل وهو بنفسه اللي مبلغ عنهم. فقرروا هما الاتنين بعدها إنهم يعترفوا بعد ما ضحكوا عليهم وقالوا لهم إنهم هيعتبروهم مجرد شهود لو اتعاونوا معاهم. وحكى مسعد ساعتها إنه عرف الموضوع ده من واحد اسمه إسماعيل، وإن إسماعيل ده هو الدكتور اللي بيقطع العيال بعد ما يخطفوهم، وإن هو برضو اللي كان بيجيب لهم الزباين اللي بتاخد منهم الأعضاء، وهو كان دوره في الموضوع إنه يسوق العربية وهم طالعين يخطفوا، وما كانوش بيبقوا مخططين هيخطفوا مين بالظبط، لكن الموضوع كان بيبقى ماشي على حسب الظروف. وكانوا أول ما بيعرفوا إن في زبون جديد طالب حاجة مش عندهم كان بيركب العربية هو وسميحة وتوفيق، واللي عرفهم برضو عن طريق إسماعيل، وكان أول مرة يشوفهم لما اتجمعوا، وحتى هو مش عارف الأسامي اللي هو بيقولها دي حقيقة ولا لأ، لأن إسماعيل لما عرفهم عليه طلب منه يغير اسمه قصادهم، وكان بيفضل يدخل بيهم في شوارع تكون هادية وما فيهاش ناس كتير عشان أول ما يخطفوا مفيش حد يقدر يشوفهم. وكانت بتصادف معاهم ناس مختلفة، زي إن راجل كبير ماشي مع عيلة صغيرة، أو إن ست ماشية مش واخدة بالها من ابنها وما كانتش بتفرق معاهم، لأن أهم حاجة عندهم كان إنهم ماشيين في شارع ما فيهوش حد غيرهم، وكانوا ياخدوا العيل أو العيلة منهم يخدروه ويركبوه معاهم العربية، ويطلعوا بعد كده على المكان الخاص بيهم ويوروه لإسماعيل ويديهم بعد كده اللي فيه النصيب. ويفضل إسماعيل مقعد الواد والبت لحد ما يعملوا كل التحاليل ويتأكد إن الطفل ده سليم 100%، ويعرض التحاليل دي على المشتري وياخد منه العربون واللي برضه كان بيبقى ليهم فيه نسبة، وبعدها يقطع العيل ويكلمه هو وتوفيق عشان يجي ياخدوه، ويروح هو وتوفيق على المكان يلاقوا إن الدكتور خلص كل حاجة، ويقوموا لفينه في أي ملاية وربطينه كويس وياخدوه بعدها على أي حتة مقطوعة ويرموه فيها، ويفضلوا قاعدين بعدها مستنين إن إسماعيل يجيب زبون جديد عشان ينزلوا يخطفوا تاني. وبعد شهادة مسعد قدروا إنهم يوصلوا للدكتور إسماعيل، واللي عرفوا بعد كده إن اسمه الحقيقي طارق، وسميحة الست المنتقبة اللي كانت بتساعدهم على الخطف واللي اسمها الحقيقي كان هدير، وتوفيق اللي هو في الأساس كان معوض. وعرفوا منهم بعدها معظم أماكن جثث الأطفال ورجعوهم لأهاليهم عشان يقدروا يدفنوهم. واتحكم على دكتور طارق بالإعدام، واتحكم على الباقي بالمؤبد.